الابتداء. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تباركت يا الله وأعطيت أحمدا نعائمك العظمى وأفضالك الغرى، ففي الغار قد باض الحمام لوقتها، وفي الغار حاك العنكبوت له سترا. رأته عيون الكافرين فأغمضت، فكان عمار الغار في عينهم كفرا. فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوب حيرت الكفرا. صلاة وسلاما عليك أزكى الأزكياء، صلاة وسلاما عليك أنقى الأنقياء، صلاة وسلاما عليك أحمد يا محمد، صلاة وسلاما عليك طه يا ممجد، صلاة وسلاما عليك يا نذير، صلاة وسلاما عليك يا بشير، صلاة وسلاما عليك يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين، وهو الذي ناداه من فوق 7 سماوات وقال له يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول الله في قرآنه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فان من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين بعد الشرك بالله. جاء رجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما حق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابيك. فان منزلة الاب والام منزلة عظيمة لا يعرف قدرها الا ربي سبحانه وتعالى. جئنا جميعا مشاركة للأسرة الكريمة والراحل الكريم في ليلة تكريم راحلنا الكريم المرحوم الدكتور سعيد مصطفى الحنفي، وباسم الأستاذ أحمد سعيد مصطفى الحنفي، وباسم الدكتور مصطفى سعيد مصطفى الحنفي، وباسم الأستاذ سامح أبو شهد، وباسم الأستاذ محمد مصطفى، وباسم جميع عائلات سالم أبو العطا، وباسم المهندس أيمن الجوهري وجميع عائلات الجوهري، يتقدمون بالشكر لكل من جاء ليقدم واجب العزاء في هذا الراحل الكريم، سائلين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يشفع فيه حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه الليلة هي أسعد لياليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هيا بنا نبدأ هذا اللقاء القرآني المبارك. ويحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة عالمين من أعلام رياض القرآن الكريم، وهو من أبناء هذه البلدة الطيبة أهلها، فضيلة القارئ شيخ محمد الغمري وفضيلة القارئ شيخ محمد عاطف النجار. هيا بنا نتعطر المكان بعطر القرآن الكريم. هيا بنا نفتتح هذا اللقاء الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد عاطف النجار. الله أسأل أن ينزل عليه فتوحات القرآن الكريم، وأن ينفعنا جميعا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يحفظك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يا أيها الذين آمنوا إذا
يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من خواتيم سورة البقرة المدنية تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي
فضيلة القارئ الشيخ محمد عاطف النجار الزعيم المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على احدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها المهندس احمد يحيى فرج المقيم ببهنباي، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الذهبية لصاحبها الحاج احمد الجعفري واولاده ببهنباي. الخدمة الفندقية الممتازة تحت ادارة ايمن ابو ابراهيم للخدمات الفندقية. مصور الحفلات الدينية على مستوى الجمهورية تحت ادارة المهندس احمد الكردي واولاده بمنشئة غالي هي شرقية، في ليلة تكريم المرحوم الدكتور سعيد مصطفى الحنفي، وباسم الاستاذ احمد سعيد مصطفى الحنفي والدكتور مصطفى سعيد مصطفى الحنفي، وباسم الاستاذ سامح ابو شهر، باسم الاستاذ محمد مصطفى والمهندس ايمن الجهري، وباسم جميع عائلات سالم ابو العطا وجميع عائلات الجهري يتقدمون بالشكر لكل من جاء ليقدم الواجب لاهل الواجب. كما اشكر ايضا اصحاب الواجب في كل مكان، الحاج علي ابو حامد، الحاج محسن عرام، والمهندس سعيد السباغ، والمهندس محمد منصور، والحاج محمد الموافي، والحاج علي السنجاري، والحاج سمارة. اصحاب الواجب في كل مكان يتقدمون بالشكر لكل من جاء ليقدم الواجب في هذا الراحل الكريم، سائلين من المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وان يشفع فيه حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.